الفكر الأشعري ودوره في تثبيت الوحدة الدينية في المغرب العربي وإفريقيا هو موضوع الطبعة الرابعة لملتقى الشيخ محمد العربي بن التباني أحد أعلام المنطقة بولاية برج بوريريج. الطبعة الرابعة التي تعقد برعاية سامية من السيد رئيس الجمهورية هي في الحقيقة زيادة للتآزر والتآخي، وهذا بفضل السادة العلماء الذين شرفونا سواء من تونس أو من أفريقيا أو من الجامعة الجزائرية، ولهذه قادة الفكر. إن وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم حول قواسمهم المشتركة مؤذن بعودة الأمة المسلمة إلى الشهود الحضاري الرشيد، ويعزز من وعي المسلمين برسالتهم في عالم هو أحوج ما يكون إليه. كم هائل من المداخلات لتسليط الضوء على جوانب عدة من الموضوع، أهمها أصول وفروع الفكر الأشعري تعبديا وأبعادا، لكونه رافد من روافد تثبيت الوحدة الدينية انطلاقا من المرجعية الوطنية في عالم مزقته الأفكار الدخيلة المهددة لوجود الأمة، بحضور دولي لافت للأشقاء المشمولين بهذا الفكر الأشعري. هذه الندوة في اعتقادي أن نكون واعين بها، أن نعطي القيمة العلمية للجزائر الحمدية وللجزائر كذلك المعاصرة في نشأة أو في ترسيم الأشعرية. يجب علينا أن نعيد قراءة هذه المذاهب، وأن لا ننزلها في واقعنا الآن بطريقة يجمع المسلمين من جديد ويزيل الفوارق بينها، ونحاول أن نعود إلى المنبع الصافي وإلى القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة، هذه الزوايا التي حافظت على هوية الجزائر وعلى هوية اللغة العربية وحافظت على القرآن الكريم على منبر العصور والدهور. المأمول أن يتم إفراغ الوسع في إنتاج قراءات جديدة تمتلك أصالة البحث العلمي وجودة التصنيف للحث على الاجتهاد وترقية